والله هذوما الرجال هذوما السودة بالحق هذوما الابطال اللي يشرفوا الامه العربيه ويشرفوا الامه الافريقيه ان صح التعبير. مرحبا بقناة بيس سبورت. لابد أن نرى ردة الفعل التي أتت بعد فوز المنتخب المغربي ليلة الأمس على تنزانيا. المغرب شرف المنتخبات العربية والأفريقية. المغرب أنقذ شرف المنتخبات الأفريقية، ولطالما قلناها وعدناها كم أنت كبير أيها المغرب. أسود الأطلس فعلوها من جديد. ودعونا الآن على الفور نستمع إلى ردة الفعل التي أتت من تونس، من مصر، من دول الخليج، فماذا قالوا؟ هذوما السودة هذوما الرجال هذوما بالحق، هذه الروح، هذه الجرينتا، هذه الكاريزما، هذه الشخصية، هذه اللي تحبوا انتم. احنا لو ما عندنا شيء. المنتخب المغربي خويا صاحبي لازم نفهموا حاجة، اللي فريق عنده شخصية. شخصية الفريق تختلف عن منتخبات أخرى. علاش؟ لأنه لما يكون عندك أنت لقد تعطشنا للانتصارات والفوز بعد الفشل الذي أتى من الجزائر ومن مصر ومن منتخبات أخرى، وأيضا خسارة تونس. أسود الأطلس اليوم أفرحوا الجميع. الأرض بتتكلم عربي، شكون ما يعرفهاش. صح. الآن أفريقيا تتكلم مغربي. أفريقيا تتكلم مغربي. الله. وفرحنا. أفريقيا تتكلم مغربي وفرحنا. شو اللي زاد فرحتي؟ وأنه المغرب كان ذكي جدا، حافظ كل الدروس المجانية للفرق العربية التي لعبت قبلها، حافظها عن ظهر قلب، خلافا للمنتخب التونسي. انتصر بنتيجة عريضة جدا دون بذل مجهودات كبيرة. كأنك تقول أن المغرب تحمل لواء العرب، هي سفيرة الكرة العربية اليوم. المغرب سفيرة الكرة العربية اليوم. يا مغاربة رفعتم رأسنا بالمونديال أيام قطر، واليوم أنقذتم القارة الأفريقية من الويلات. هي سفيرة الكرة الإفريقية في المونديال. اليوم المغرب والسنغال للأمانة حسب مريتي لحد الآن المغرب والسنغال في واد والبقية في واد. ما زال هناك. ومن استديوهات البيان كنا نقول ديما مغرب وما زال ما زال. سيروا يا الاولاد. كلمات وعبارات وليد الركراكي اصبحت تكرر على مستوى العالم. سير سير سير. دايما المغرب صف النية اصبحت تدرس وترخت. وان شاء الله ما زال وهذا الطريق مستمر في الذي بدأ في المونديال. اليوم المغرب يستكمل، واتفق بما قال فتحي بأن اليوم الفوز بأقل مجهود وهو مهم جدا. المغرب أمامه مباراة مقبلة بوقت مبكر من اليوم اللي هو في الساعة 2 ظهرا بتوقيت كوتيفوار. الجو حار رطب، هذا ينم عن أو يدل على ذكاء وليد الركراكي. وليد الركراكي أثبت بعد الجائزة وتتويجه من قبل جوائز الكاف أنه استحق هذه الجائزة عن جدارة. عندما نستمع محللين قنوات بين سبورت، محللين توانسة يتغنون بذكاء الركراكي في التعامل مع المباراة، وأيضا يدل على أن جدية اللاعبين أو لاعبين المنتخب المغربي مع الأسف عكس بقية المنتخبات العربية التي تعاملت باستهانة وتهاون، باعتبار أن الفرق التي قابلتها كانت تراها في المتناول. نعم، وما قاله هذا المحلل يثبت أن أسود الأطلس لا يعرفون معنى الغرور، ودائما يروا الخصم أنه منافس لهم، ليس كباقي المنتخبات الذين استهانوا وتم إقصائهم وابعادهم وخسارتهم. الآن دعونا نرى الجزائري يوجه رسالة إلى إعلام الجزائر بعد تهجمهم على المنتخب المغربي، فماذا قال؟ قلت لكم المنتخب المغربي أسود الأطلس هما اللي سايقين إفريقيا وسايقين العرب. بغيتو كرهتو ضربوا راسكم على الحيط، نطحوا راسكم على الحيط، قولوا اللي بغيتو تقولوا. أسود الأطلس هما سايقين العرب وسايقين إفريقيا، مشرفين إفريقيا في العالم، مشرفين إفريقيا في كرة القدم في إفريقيا، يلعبوا كرة القدم تيكي تاكا، مدرب ما شاء الله ذكي، لعابة ليجون،
بقى من تهدر. التحكيم بهذه المباراة كان ضد المنتخب المغربي، ومع ذلك أسود الأطلس لعبوا لآخر لحظة ولقنوا المنتخب التنزاني درس قاسي، وأيضا باقي المنتخبات التي تدعي حجة التحكيم. ها هو المنتخب المغربي رغم التحكيم الظالم حقق ثلاثية نظيفة. منتخب مرعب، منتخب مهبول، ما شاء الله ما شاء الله، اقسم لكم بالله خروطه ديال البلاطويات انا ما غيتهضروا. التحكيم كان ضد المنتخب المغربي، اللعابه مساكين ياكلوا في الدقه وما قدرش يجبد حتى التالي من عجبت السفره. التحكيم كان كونتر المنتخب المغربي 100%. يلا لقيت عشري التحكيم ما شاريش فرنك سي عمروش، عمروش يا فمك محلول، عطاوك ثلاثه صرفوا لك ثلاثه وسقدوك. هدرت ولا ما تهدرش؟ مشيت تهدر درت غير العيب. أصبح يضرب المثال بعمروش بعد أن فضح نفسه بنفسه. وها هو أحمد شوبير يتغنى بالمنتخب المغربي. المغرب طبعا هي المرشح الأول لصدارة هذه المجموعة، خاصة بعد أن حفظ المغرب يعني ماء وجه العرب، وفاز الفوز الأول للمنتخبات العربية في البطولة بفوز كبير على المنتخب التنزاني 3-0. شكرا لأسود الأطلس، حفظتم ماء وجه العرب جميعا والأفارقة. نعم قلناها قبل بداية بطولة الكان أن المنتخب المغربي الأعلى قيمة تسويقية يعتبر اليوم داخل المنتخبات المشاركة بالكان، لانه المغرب منتخب اوروبي. وقت اللي قال نبدلوا المراول تلقاه منتخب برازيل ولا منتخب الارجنتين. وتتذكر كلمه الايمان اللي هبطت، قلت لك راهو المغرب بشويه ايمان راهو قادر انه يمشي لقدام. ايمان وتقوى شويه ايمان صحيح، شويه ايمان بالمكتسبات، شويه ثقه في النفس نتاعو، في مدربه في لاعبيه، ينجم يمشي لقدام. يعني انه اليوم المغرب امام حتميه تحقيق النتيجه ذي صحيح. الان دعونا ننتقل على الفور الى محلل رياضي لبناني تحدث عن أمر هام جدا حدث بمباراة المغرب وتنزانيا. المنتخب المغربي استفاد من سقوط الكبار اللي ذكرناهم، المنتخبات اللي قبله الكاميرون ونيجيريا ومصر وتونس والجزائر وغانا، وحاول يكمل لنهى في المونديال كأس العالم من خلال الحفاظ على التركيز على الشخصية على الطموح. لأنه بعض الأحيان من الممكن وقت ما بيكون معك منتخب بعجب النجوم وبتأدي بالمونديال لا، التركيز موجود، الشخصية قوية، الإرادة والحافز موجود، الذكاء التكتيكي عند المدرب موجود، التعامل بواقعية مع الفرق اللي عم بيواجهها. لاحظ المنتخب المغربي إضافي يعني أنا برأيي كان المفصل بالمباراة عز الدين أوناحي. دعونا نستمع عما قالوا حول أوناحي. كان سبب بطرد لاعب، وهو سجل الهدف الثاني لأراح المنتخب المغربي. ففي نجوم كتير كبيرة من الدفاع من حراسة المرمى للهجوم حتى على مستوى البدلاء. يعني انت بتلاقي بديل أمين الحارث من المواهب الكبيرة. نعم. بتلاقي يوسف بوفال اللاعب المفتاح المهاري جدا. ففي نجوم كبيرة بالمنتخب المغربي. هي قدرة الركراكي على التعامل معهم، هيدي ميزه، قدرته على انه كيف يوظفهم ويستفيد منهم ويخلي التركيز موجود وكل واحد يقبل بدوره. هذا امر كتير كبير. فمنتخب المغربي فريق توليفي بهذا الزمن، جاي بوقت مناسب، توليفه جميله جدا مع بعض. صحيح. بوقت واحد بزمن واحد، متكامله من كل العناصر. حتى السايس هذا القائد، هذا اللاعب الكبير على مستوى القيادة، على مستوى الذكاء، على مستوى بناء اللعب من الخلف، على مستوى التسجيل. صحيح. والمتابعة. ففي لعيبة كتير مميزين، ما عم نحكي عن حكيمي وعن زياش ومرابط. فريق أنا برأيي كل مقومات الفوز بالبطولة. نحن عندنا كل الأسباب للرشح للبطولة، كل الأسباب، لكنه بالنهاية هل هو قادر يتعامل مع هذا الضغط؟ وضع حاله تحت ضغط كبير، وهذه بطولة صعبة جدا. شاهدنا كيف أنه كان يتغنى بلاعبي المنتخب من الحارس إلى الهجوم. نعم، هذا ما يميز منتخب أسود الأطلس.
جميعهم وصلوا إلى العالمية، وجميع الأصابع اليوم تشير إلى أسود الأطلس للعودة باللقب من داخل الكوت ديفوار برضا الوالدين والأخلاق والتربية الفاضلة والروح الرياضية والمعنويات العالية. ولا ننسى طبعا محبة الجماهير من مختلف أنحاء العالم، ونقول للمنتخب المغربي سير سير سير، والعالم بأكمله وراءكم.